حاجات لو عملتهم هتعدل 90% بإذن الله. ده طبعا بعد توفيق ربنا. بس قبل اي حاجة هندعي للناس دلوقتي اللي هتظهر قدامنا في الفيديو ان ربنا يوفقهم ويكبر بخاطرهم ويحققوا احلامهم بإذن الله. يلا نشوف ايه الاربع خطوات بسرعة كده، والمرة دي الفيديو مش هيبقى طويل ومش هيبقى فيه رغي كتير بإذن الله. اول حاجة علاقتك مع ربنا الفترة دي. علاقتك مع ربنا الفترة دي مهمة جدا. هتقولي يعني انا ما كنتش بطيئة قبل كده وهاجي دلوقتي على اساس ان انا مبقربش من ربنا غير في الوقت اللي انا محتاجه، والوقت اللي انا مش محتاجه فيه ببقى بعيد وما بصليش، ما بقراش قرآن، ما بروحش المسجد، ما بعملش اي حاجة. لا، هي مش هتبقى كده. انت كنت قريب من ربنا فعلا، بس دلوقتي هتقرب شوية كمان. بمعنى اصح، انت ليك حاجة عند ربنا او ليك طلب عند ربنا. ادعي ربنا كتير، ادعيه على قد ما تقدر، ادعيه بكل حاجة انت عايزها عشان يقدر يحقق لك احلامك. صلي قيام الليل، حاول ان انت تخلي المذاكرة بتاعتك بالقرآن زي ما قلنا قبل كده كتير. هيبقى حاجة حلوة. حتى جرب تشوف كده لو انت هتذاكر مثلا درس كيمياء وخلي معاه صفحة قرآن، ودرس فيزياء ومعاه صفحة قرآن. شوف انت اصلا هتخلص قرآن قد ايه في اليوم، وشوف انت هتذاكر قد ايه، وهتحس ان انت انجزت. هتحس ان الوقت معاك فيه بركة. صلي كل الفروض في وقتها. ما تحاولش ان انت مثلا اصلا كنت في درس كذا وما قدرتش ان انا اصلي، ممكن تستأذن من المستر عادي 5 دقايق، تستأذن منه 10 دقايق. لو الدرس بتاعك هيطول من الصلاة للصلاة، يعني انت لو هتدخل الدرس دلوقتي الساعة 4 والمغرب هيأذن الساعة 7، وانت الدرس بتاعك هيبقى 4-5 ساعات، فالعيش هتأذن عليك. لا، انت ممكن تستأذن منه بقى، تقوله يا مستر لو سمحت. واكيد المستر مسلم، حتى لو مسيحي هو هيوافق ان انت تخرج. فقوله لو سمحت حاول تكون قريب من ربنا. خلي طريقك دايما، لو انت مش في ايدك سباحة ولا اي حاجة، حاول ان انت تسبح. يعني حاول ان انت تسبح على ايدك كده، ايدك هتشهد عليك والله يوم القيامة. يبقى بينك وبين ربنا باب مش مقفول، باب كله دعاء، باب كله ان شاء الله استجابة، ان شاء الله لتحقيق احلامك. طب نيجي لتاني حاجة بقى. تاني حاجة معانا النوتس. ايه هي النوتس بقى؟ النوتس دي انت هتكتبها في كل المواد بإذن الله، سواء كنت علم رياضة او علم علوم او ادبي او ازهر، سواء ادبي او علمي. هتحاول ان انت تكتب نوتس ليك في كل المواد، بحيث ان النوتس دي هترجع لها ليلة الامتحان. انت ليلة الامتحان مش هتبقى قادر ان انت تشوف 5 ابواب بكل حاجة فيها، ولا 6 فصول بكل حاجة فيها، ولا 8 فصول بكل حاجة فيها، ولا فرع رياضة كامل، ولا فرع جبر كامل، سواء ديناميكا، استاتيكا، جبر، تفاضل، تكامل. كل ده انت مش هيبقى معاك وقت ان انت تشوف الفروع دي كلها. طب هعمل ايه؟ هتعمل ملخصات لنفسك من دلوقتي. النوتس دي انت هترجع لها. طب ما عادي، في ناس بتعمل ملخصات ليلة الامتحان. مستر ده عمل ملخص كذا، مستر ده عمل ملخص كذا. لا، ملخصك لنفسك هيبقى مختلف. هتشوف الاسئله المتكرره، الاسئله اللي وقفت معاك، افكار الاسئله، القوانين بتاعه الباب الاول في حاجه، القوانين بتاعه الباب التانية. هتحاول ان انت تلخص كل حاجه لنفسك، كل حاجه انت هتحتاجها ليله الامتحان. لان انت مش هتبقى قادر، حتى لو هتمتحن مادتين في الاسبوع، ماده في الاسبوع، فانت مش هتدور على كل ده في وقت واحد. لازم يكون معاك مصدر ان انت تقدر تراجع على طول عشان تقدر تحل وتطبق عليه. نيجي لتالت حاجه بقى، تظبط نومك. في ناس بتنام كتير، وفي ناس ما بتعرفش تنام خالص. في ناس من كتر الضغط اللي عليها بتحاول تهرب للنوم، وفي ناس من كتر الضغط اللي عليها بتخاف ان هي تنام اصلا. طب ده يعمل ايه وده يعمل ايه؟ وايه الوقت الصح اللي انت المفروض تنام فيه؟ انت نومك الطبيعي اصلا كطالب ثانوية عامة المفروض يبقى من 5 ل6 ساعات. طب في ناس بتقول من 7 ل8 ساعات. لا، ما هو مش الشهر ده من 7 ل8 ساعات. انت اصلا معكاش وقت في اليوم ان انت تنام من 7 ل8 ساعات. انت نومك يكون كويس ومفيد لجسمك، وهتكون برضو قايم فايق من 5 ل6 ساعات. طب انام ساعتين ساعتين، يعني ساعتين في اول اليوم وساعتين في نهاية اليوم وساعتين في نص اليوم؟ لا، انت تنام ال6 ساعات كاملين على بعض. يا اما لو هتنام ساعات متفرقة، على الاقل هتكون نايم 8 ساعات او 10 ساعات، وده مش مطلوب اصلا. انت تنام ال6 ساعات بتوعك كاملين على بعض، يعني ما تنامش بقى ساعتين في اول اليوم وساعتين في نص اليوم وساعتين في نهاية اليوم. لا، كده غلط. انت المفروض عشان تكون قايم فايق، قايم ان انت تذاكر. طب انا جيت في نص اليوم بقيت حاسس ان انا عايزه انام، نام من 20 دقيقه ل 30 دقيقه بالظبط. ما تحاولش تزود عن كده، يعني ما تقولش انا هنام ساعه ولا ساعتين ولا 3. لا، هو من 20 دقيقة بالظبط، من تلت ساعة لنص ساعة. ده الوقت اللي انت هتقوم بعده تكون فايق ان انت تكمل.
لان اصلا وقت النهار ده متعب، بخلاف ان هو بيسبب امراض، هو بيبقى بيرهقك جامد ان انت ما تقدرش تركز بعدها. فهو وقت قليل بس يحاول ان انت تنشط عقلك كده وتحاول تنشط ذاكرتك ان انت تقدر تكمل باذن الله. نيجي بقى لاخر حاجه، لرابع حاجه، الثقه بالنفس. لازم تكون واثق من نفسك ان انت هتقدر، لان انت لو قللت من ثقه نفسك وقلت ده انا مش هقدر، ده ناس كتيره بدات، ده ناس وناس، انت كده مش هتتقدم خطوه لقدام. وما تقولش اصل فلان قال لي انت كنت المفروض تبدا من بدري، وكذا قال لي المفروض تبدا من بدري. ولا لما تيجي تحل شامل وتيجي تحل وتلاقي نفسك غلطت، عادي، في ناس طلعت الاوائل كانت بتحل بال50 وال100 نقطه، ما بيطلعش غير منهم 2 أو 3 صح. الثقة بالنفس أهم حاجة يا شباب الفترة دي. لازم تكون واثق ومصدق حلمك، لازم تكون عارف ان انت هتوصل بإذن الله. طب خلاص بقيت مظبط امورك وخلاص، معاك النوتس بتاعتك وقريب من ربنا وبتصلي وبتعمل كل الفروض، حتى بتقرأ قرآن وبتسبح وبتقول الأذكار. طب وعملت ايه كمان؟ وبتنام كويس وعندك ثقة بنفسك. انت كده معاك 4 حاجات اساسية ان شاء الله ربنا هيوفقك ويكبر بخاطرك ويفرحك ويفرح اهلك وكل حبايبك باذن الله. ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تكتب لي تحت في الكومنتات يلا محتاج ايه مني الفيديو الجاي. اكتب الدعوة بتاعتك اللي انت محتاجها، واكتب انت محتاج تدخل كلية ايه علشان ان شاء الله كلنا ندعيلك المرة الجاية في اول الفيديو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.